بابي عايزني في حاجة بس أنا مش عارفة هو عايز إيه. حاسة إن في حاجة غريبة. كويس. أنا كمان كنت عاوزه. عاوزه في إيه؟ عايز نتجوز السنة دي. احنا مش كنا هنتجوز السنة اللي جاية؟ إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. كل الموضوع إن أنا ما بقتش قادر أبعد عنك أكتر من كده. ومش هطمن عليكي غير وأنت معايا في بيت واحد. عايز أقول لك على حاجة. كل سنة وإحنا مع بعض. إيه ده؟ هو النهاردة إيه؟ زي النهاردة عرفنا بعض من سنة. إيهاد والله العظيم أنا آسفة. أنا فاكرة طبعا مش ناسية بس أنت شايف اللي بيحصل. أنا عارف. أنا بحضر اليوم ده من سنة وعشان كده جبت لك دي. إيه ده؟ شوفيها. أنت بجد عملت كده؟ من أول يوم شفتك فيه وأنا عارف إن إحنا هنبقى لبعض. فكنت بعمل كل ده عشان أجي أديهولك النهاردة. حلوين قوي. عجبوكي؟ طبعا. طب شفت الصورة دي؟ أيوه. إزاي الصور دي عندك أصلا؟ ما سبتش حاجة إلا لما عملتها. إيه ده؟ مش شايفة دي؟ تصدق؟ أنا أحلى منك بكتير قوي. يا ستي مش قوي يعني. لا والله بهزر معاك، أنت أحلى. حبيبتي. فظيعة. شوفي شكلك دي حلو بقى، قوي. شوفي دي. إيه ده؟ في حاجة حازم؟ انا ماليش صور في البتاع ده. مش لما تتسرح الأول؟ صح، اتسرح وتعالى نحط لك صورة كبيرة قد كده. طب انا يارا وهيرو جايين دلوقتي، هوديهم فين؟ إيه ده؟ دول يابانيين؟ هيقعدوا فين يعني؟ يقعدوا فين؟ في أوضتك. اه صح. يبقى حطوا لي بقى صورة في البتاع ده. في ايه يا رايق؟ عملية كل أسبوع كل أسبوع، العمليات دي بتتم في السر ليه؟ طب يا فتحي خلاص خلاص يا عم بقى، أنا هتصرف، هظبط كل حاجة. اتفضل اتفضل. الباشا الكبير بيرتصنا، بيدخل شحنتين كل شهر وعايز الشغل يبقى على قد. ودي كان ميعادها امتى؟ بعد يومين طلب من فتحي انه يشتري مخازن باسمه، مش عايز ان المخازن يبقى ليها اي علاقه بزين. حلو قوي الشغل ده. الطلعه دي عندي بقى يا باشا. لا يا باشا خلي بالك، الرايق كده ممكن يتمسك وسره ينكشف. واحنا مالنا ومال الرايق؟ احنا هنوصل المعلومه لاكرم وهو هيتصرف، وهنظبط انها تيجي من مكتب مكافحه المخدرات، وكأن فتحي رايق هو اللي كان مقصود بيها. طب ومحسن بيه هنعمل معاه ايه؟ ده بقى هنسيب له اكرم، هو هيتصرف معاه، ما تقلقش. الله عليك يا يوسف بيه، تلميذي بجد، المعلم محدش يقدر يعلم عليه. تلميذك يا باشا، عن اذنك. اتفضل يا باشا. عبد الله ما ينفعش يشتغل معانا. كل حاجه هتفضل زي ما هي. انا بستلم وفارس بيسلم. يا زكريا عبد الله ده يبقى ابن عمك، بعدين احنا محتاجين ناس جداد، ثم انه كمان دلوقتي ما ينفعش انت تبقى بتواجه وبتنفذ، انت لازم تبقى بتخلص مع الكبار بس. عبد الله كاره وكاره الخير لينا يا عمي. هو هيبقى العمده بعد ما ابوه ربنا يفتكره بس. بعدين ما انا كده كده بتعامل مع الكبار، ما فيهاش حاجه يعني. وانت موجود يا عمي، انت الخير والبركه. افهمني يا زكريا، انت هتبقى الكبير ولازم تبقى جاهز لده. مين اللي قال ان انا هبقى كبير؟ امال ايه؟ تفتكر زين هيجيب مين الكبير؟ عبد الله ولا فارس؟ لا يا عمي، فارسيين. لا انا ولا عبد الله ننفع يا زكريا. بصراحة يا عمي أنا شايف إن زكريا كلامه صح. يعني على الأقل الفترة دي ما ينفعش ندخل حد مكانه. الله أعلم مين الخاين. وأمانة ربنا الرجالة كلها بتحب زكريا وبتحترمه. يا عبد الله والله ما كانت صورتي، وانا قلت لك 1000 مره قبل كده تعال اعمل لك بروفايل على الفيس وانت تشوف بنفسك. فيس ايه ومستجران ايه اللي بتقولي عليه ده؟ شايفانا عيل فرفور. وبعدين يعني الواد حمداني بيكذب؟ ايوه طبعا بيكذب، حمدان اصلا مش عندي في الفريندز. عارفه يا رجايه، لو عرفت انك نزلت الصوره على الفيس ده ولا حتى الواحده شبهك هكسر التليفون على دماغك. فاهمه؟ يا عبد الله انا عارفه انك بتحبني وبتغير عليا وانا استحاله اعمل كده. خير يا عبد الله، قاعدين لحالكم ليه؟ خير يا بنت عمتي، وفيها ايه يعني؟ وانا غريب؟ انتوا عشان قعدتوا لكم يومين في مصر خلاص فكرتوا نفسكم اجانب؟
قومي يا بنتي يا رجيه بدل ما نادم امي تشوف لها صرفه معاكي. خير يا اختي مالك داخله سخنه علينا كده؟ معلش يا رجايه، عايزين نجيب لها بوي فريند كيف صالح كده ياخدها جنبه في الكابورليه. ما تتلمي يا عبد الله. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا ما نسيتش نفسي يا بنت عمتي، وبعدين ما لهاش لازمه هبه النفس انا بتاعتك دي، نفسيتك طلعت على هدومك، وبعدين انا قاعد في بيت عمتي وبادبي، انا اعرف الاصول زين، ولا هو دي واجب الضيافه يا عيشه؟ ايوه عاد هو ده واجب الضيافه. بس يا عيشه كفاياك عراك، انا ماشيه وسايبها لك خالص، ارتاحي يا اختي. عاجبك كده والشلبومه؟ خليكي قاعده كده لوحدك زي قرد قطع، هنسيبها لك مخضره كاتك القرف. أنا بنبسط قوي يا أولاد لما بشوفكم مع بعض. الله يخليك يا عمي. وعشان كده بقى انا عايز افتح حضرتك في موضوع. موضوع إيه؟ يعني كنت عايز اخلي الفرح السنه دي. بصراحه مش لاقي اي سبب يخليني بعيد عن ياسمين طول الفتره دي. ده خبر كويس قوي. بس زي ما اتفقنا هتعيشوا معانا هنا. اللي تشوفه يا عمي. ممكن اعرف ما كنتش بترد عليا ليه؟ ما كنتش برد وخلاص، إيه اللي حصل يعني؟ يا سلام، ومن امتى بقى ان شاء الله؟ من الصبح. وبعدين ما انا جيت لك اهو، عايز ايه تاني؟ فيك ايه متغير يا زكريا؟ طول عمري كنت بحس باللي هيحصل من قبل ما يحصل. انا حاسس دلوقتي ان اللي هيحصل عمره ما عدى علينا قبل كده. لو اللي متولي عمله ده كان نجح، كان هيخلي الناس كلها تروح تقف جنبه، وساعتها كانوا هيعملوا فينا ألعن من اللي كنا بنعمله فيهم. انت مخبي عليا ايه يا زكريا؟ مش مخبي حاجة. بقول لك ايه، أنا جاي تعبان وقرفان وعايز أفك. ممكن ايه يا ابني هو البيت كئيب قوي كده ليه؟ ما انت عارفه عمي لسه ميت والدنيا مقلوبه. بس حلو شغل السلاح والاكشن ده. هو انت بتعرف تمسك سلاح يا حازم؟ للاسف لا، بس اخويا زكريا معاه السلاح بتاعه. طب بقول لك ايه، صح، وحوار ان ابوك تاجر سلاح والكلام ده ايه؟ هو فتح فين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام جرايد. طب اقول لكم ايه، خلاص فكوكم من الشغل ده. هو انا ممكن ارول هنا؟ لا طبعا ما ينفعش، انا امي لو دخلت علينا في اي وقت ممكن تبهدلنا. هو انت مش مسيطر هنا خالص يا حازم؟ ده انا برول لمامي قاعده عادي يعني. يا ستي المشكله مش في امي، المشكله في امك انت. وبعدين اهدي علينا كده، الواد لسه جديد ها. ما تزعلش مني يا حازم، بس انا اول ما افتكر اول مره سمكت فيها عملت ايه هموت من الضحك. عشان اول مره على فكره. بقول لكم ايه بقى، انتوا الحشيش اللي انتوا جايبينه ده افغاني ولا الماني؟ الماني؟ انت قلت لي ابوك فتح فين؟ بقول لكم ايه، انا هطلع راقب الجو بره وانتوا رولوا سجارتين كده بسرعه. ها؟ لا تعجبني وانت مسيطر يا برو.